احنا دغدغنا سق من الحرب. انا كان مع سيارتي قلت اشتغل خط صنعاء، كنا الحمد لله مرتاحين. في الحرب طبعا زوجي كان مسافر، راحت على السياره، خلاص الان ما عاد يقدرش يسافر، رجع يشتغل مع الناس. وشفتم الناس الان كيف، اول ما دخل في الباص على 3000، الان يشتي في اليوم 7500. احنا مش قادرين. هذه طبعا شركات باصات، هذه الدبابات الصغيره. يعني انت اللي موفره البيت كله المعيشه. زوجي شوفي هذا هو تعبان، عنده استما وعنده رب وعنده كل شيء، يعني مش سكري، ما يقدرش. يعني هو كان يشتغل الله يقول الحق، بس لما طلعت الى 7500 ما عاد يقدرش. هل هو للباص للغاز لنا مش قادر. فرجعت بالرغم اني انسانه متعلمه جامعيه، بس ما قدرتش اتوظف حكومي. اذا اشتغلت مره في مستشفى الالماني ممرضه، كان راتبي 50,000 يخرج كله مواصلات، ما قدرت، رجعت خرجت. يعني كمان انه الرواتب ما تعطيش راتبي 50,000 في اليوم، 800 مواصلات. ايش يشتي اكل وشرب هناك، ايش يشتي تعطي لهم، ما مش مستفيده اي شيء. فجلستي بالبيت احسن. فبدأت افكر بدا مشروع الكعك والغريبات، الان لي يمكن حق 20 يوم. يعني يعطي دخل يعني موفق. شوفي هو لو معك راس مال اللهم لك الحمد، بس يشتي لك راس مال واللي هو يا سلام المشروع. يعني انت تقولي انكم من الفئات المتوسطه في المجتمع. الحمد لله. لا يعني قبل ما تبدا الازمه كنتم من الفئات المتوسطه. من الفئات المتوسطه ايوه. ما كانش عندكم ازمات الا بعد الحرب. ايوه، يعني من صدق الان الحرب محاتنا احنا نهائيا. زين الاساسيات فقط. وهل قمت بتدابير بعد الحرب؟ يعني اكيد كنتوا يعني تشتروا المواد الغذائيه بكميات معينه اللي هي عروض، غير العروض ما اقدرش. يعني تنتظر العروض لما ينزلوا؟ الان نهائيا لا عروض ولا غير عروض. غاليه يعني حتى العروض؟ ايوه غاليه، ما اقدرش. يعني الوضع صعب جدا. ما اقدرش، الحمد لله ما اقدرش. طب فكرت تسجلي عند مؤسسات داعمه ما اعرفش حد ولا اعرف اي حد، جالسه بالبيت ما اعرفش حد. الحمد لله ما كنتش تبكي، بس وصل الحال في بلد هذا الحال. لا هو الحال صعب الان، بس نحن جينا عشان نعطي انه فكره للناس انه الفئات المتوسطه برضه تعاني. ايوه، يعني الانسان فين كان وفين، نحن الان بسبب الوضع. الحمد لله الحمد لله.